هذا المشهد يتكرر يوميا وفي مختلف أحياء ولاية عنابة، طوابير لا تنتهي حتى قبل فتح المحل من الرجال والنساء في انتظار اقتناء كيس من الحليب، في مشهد محير وغريب. محسوب كل يوم هاك تشوف الشعب، الناس مخليه خدمتها على عجل الحليب، وضروري يعني حاجة ضرورية. 50 سنة استقلال جزائرية، لك تشوفوا كيف مكفرين على الحليب. ولقيت الغش مكفر على الحليب، راني ما قدرتش ولدي، راني مريضة وسايبي مريض وعايش باليكوس، نجي نلقى الغش. هذا الحليب ديما نلقى عنده الغش. من عنده دري صار وش يدير لهم؟ يخليهم يموتوا بلا حليب، يروحوا يتبعوا لحظة غالية. كل صباح احنا نديروا لاشان على الحليب، ما كانش الحليب هذا راح يولي شغل كي العسل عندنا احنا في ولاية عنابة. أزمة الحليب ازدادت تفاقما في الفترة الأخيرة، والوزارة المعنية مطالبة بإيجاد الحلول لهذا الواقع المشلول. المشكلة الحليب في عنابة اسباب لوناني ما كونتر على وزير التجارة. من جات وزير التجارة وحب ينظم شعبة الحليب، تصدوا له ملبنات بقوة. الأزمة هذه راهي مشكلة من نونالي، وعلاه؟ لأن نونالي كي تمد الحليب نورمال تحتم الحليب تاع البقرة. نقاط الظل التي تحدث عنها السيد الرئيس تعيش واقعا أقل ما يوصف به أنه تعيس، والمطلوب التعجيل بالإصلاحات ومضاعفة المجهودات وتوفير أبسط ضروريات الحياة.